اسمه ايه العريس اللي جاي؟ اسمه عمر يا بابي، بحبه قوي. تمام. ازاي حضرتك؟ ازيك يا سلمى يا حبيبتي؟ قول لي بقى بتشتغل ايه وشقتك فين؟ احكي لي عن نفسك. انا بشتغل في شركه واحد صاحبي وبعمل لي بتاع 4000 جنيه في الشهر كده. بروح متاخر ما اعملش حاجه وامشي بدري. طب وناوي تكبر في الشغل ازاي عشان تجيب الشقه وكده؟ والله ما عنديش ولا طموح ولا خطه مستقبليه. قول لي طب هتفتح بيت ازاي ب 4000 جنيه في الشهر؟ مش مهم الفلوس يا عم، والمهم الحب. هتاكل بنتي بالحب؟ لو عيت هتعالجها بالحب؟ في ايه بابي؟ ولا كلمه، انت مرفوض. لو ما بتعملش من 10 ل 20000 جنيه في الشهر ما تتجوزش. رفضتني عشان مش بعمل المبلغ ده. مش مهم بتعمل كام دلوقتي، المهم هتعمل كام بعدين، وبعقليتك دي ولا دلوقتي ولا بعدين. انا ماشي. سبب الطلاق الاول ليه علاقه بالفلوس. كلام ممكن يزعل بس الواقع كده. لو عاوز تتجوز حط هدف دخل شهري قدامك، وخد فكره الجواز دافع انك توصل لهدفك. الفرق ما بين الناجح والفاشل ان واحد بيقرا المشكله قبل ما تحصل ويحلها، والتاني بيرمي نفسه في اي حاجه وخلاص. انت انهي واحد فيهم؟